السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي غادي نشارك معكم سلو ملكي بمكونات مضبوطه كيجي معلك. هنايا درت 125 غرام تاع الزبده، غادي نزيد ليها نص كاس نتاع الزيت وغادي نحطها على النار اللي كتكون مهيله. غادي نخليها حتى تذوب مزيان وتحيد من هذاك الحليب. صافي دابا خديت اللوز. بالنسبه للوز عندي 500 غرام، قسمته على زوج. نص الاول راني قليته بالقشره ديالو وغادي نطحنو. غادي نطحنو مزيان صافي حتى كيولي بحال هكا. والنص الثاني كما كتلاحظوا راني قليته حيدت له القشره وغادي نطحنو. ما غاديش نطحنو بزاف، غادي يكون بحال هكا يعني كيكون غير مهرمش. صافي غادي ندير 400 غرام تاع الجنجلان اللي كيكون منقي ومغسول، كنحمرو واحد شويه. غادي نطحنو حتى هو مزيان. هنايا خديت الفرينه اللي حمرتها، درت هنايا 500 غرام، حمرتها وغربلتها. دابا غادي نزيد عليها معلقه كبيره نتاع حبه حلاوه اللي كتكون مطحونه، وغادي نزيد معلقه كبيره نتاع النافع مطحون. كطحنوهم وكتغربلوهم. وغادي نزيد القرفه، درت معلقه كبيره كتكون عامره. صافي غادي نزيد مسكه الحره اللي طحنتها مع شويه السكر، تقريبا هنايا درت معلقه صغيره. صافي غادي نزيد اللوز وغادي نزيد الجنجلان. غادي نزيد 125 غرام تاع سكر كلاصي. صافي غادي نخلط مزيان بحال هكا بيديا. دابا غادي نزيد اللوز مهرمش وغادي نزيد الجنجلان. درت 6 المعالق كبار كيكونوا عامرين من الجنجلان. دابا غادي نزيد الزبده اللي ذوبتها مع الزيت. صافي كنخلط مزيان بيديا. انا في الاول درت 125 غرام تاع الزبده، ولكن من بعد راني زدت درت يعني في المجموع 200 غرام، حيت كيبقى على حسب نوعيه الدقيق، واش كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. صافي كيكون بحال هكا. المهم الا بغيتو ديروا سلو ناشف تقدروا تنقصوا من الزبده والزيت. صافي انايا كيعجبني بحال هكا كيكون معلك. بالنسبه للبنات اللي باغيين يزيدوا فول السوداني يمكن لكم تقليوه في شويه الزيت وكطحنوه مزيان بحال اللوز. صافي وكتزيدوه. انايا كنفضل ندير غير اللوز والجنجلان. صافي كنقدموه على هذا الشكل. انا زينته هنا بالورد واللوز وسكر كلاصي. المهم بالنسبه للتقديم راه كل وحده وشنو كتفضل. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنسوش تشجعوني باللايكات ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، والى اللقاء في وصفات اخرى بحول الله.